السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض الباستا فلورا، حجر القلعة، المبروشة. يعني كل واحد بيسميها بمسمياته يعني. معايا النهاردة 3 كوب دقيق، نص كوباية سكر، 2 بيضة، كوباية زيت أو كوباية إلا ربع، فانيليا، بيكنج باودر. هي دي كل مقاديرنا النهاردة، ويلا بينا نبتدي. هنحط البيضتين، ونحط السكر، والزيت، والفانيليا، ونضربهم مع بعض يعني لحد ما نخلي كده كل المقادير اللي حطيناها يتجمعوا مع بعض وتبقى كريمي، يعني عايزينها كريمي كده. ممكن بقى نعمل بمضرب البيض يعني لو فيه، بس هو مش مستاهل ان شاء الله يعني. كده ضربناها وبقت كريمي. نحط بقى الدقيق حبة حبة كده، بسم الله. احنا قلنا ان دول ايه، 3 كوبايات. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. حاولي بقى تدخلي كده العجين بشويش كده. نحط بقى الباقي، نحط البيكنج باودر، معلقة كبيرة، ونقلب. هنشيل بقى السباتيولا، العجينة هتبقى تقيلة. هنعجن بإيدينا. طبعا أنا من عشاق العجن بالإيد، فربنا يدينا الصحة يا رب ونقدر نعمل. بسم الله. ندخلها كلها كده في قلب بعض بشويش كده. أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لمي بقى، لمي دقيق كده من الجناب. أنا كده لميتها أهي أهي. هنقسمها بقى على 3، يعني هناخد التلتين والتلت. هناخد تلتها ونسيب التلتين. التلت بقى ده هنحطه في كيسة استرتش راب كده، وهنحطها في الفريزر لحد بس ايه ما نعمل دي تمسك نفسها شوية. هنفرد بقى كده العجينة. طبعا مش هنحط في الصينية حاجة خالص، هي فيها ايه الزيت بتاعها. انا بحاول بس اعمل لها ايه سنة سور كده
صغيرة عشان لما نحط المربى لازم نسويها عشان تبقى كلها مقاس واحد. انا حطيت كده المربى وهفردها اي نوع مربى عندك. دي المربى اللي انا كنت عاملاها معاكم، مربى الفراولة، فانا عملت بيها اهي. وطبعا ممكن تعملي في اي صينية مربعة، مستطيلة، مدورة. طبعا عندك الصواني بتاعت البيتزا تبقى حلوة قوي، اللي هي بتاعت التارت دي. دي العجينة اللي كانت في الفريزر، هي ما مسكتش نفسها قوي بس هنجرب. يلا، عندك طريقتين، ممكن تبشري وممكن تحطيها في بولة وتحطي عليها دقيق وتفضلي تفرفتي فيها لغاية اما تلاقيها اتفرفتت معاكي فرافيت رفيعة كده. بصوا انا بشرتها بس انا كنت مستعجلة عليها، المفروض كنت سبتها في الفريزر شوية. بصوا مسكت في بعض، فانا عشان مستعجلة هحط عليها شوية دقيق. دي الطريقة اللي انا قلت لكم عليها التانية اهي. بعمل فيها كده، بدخل الدقيق فيها عشان تشرب دقيق وتبقى مفرولة. انا كده خلصتها اهي، بقت بالشكل ده كده. ممكن تبططيها، يعني تاخدي حته العجينه دي وهي طريه تبططيها وتعملي اشكال اللي هي بتاعت اللي بتشوفوا العجينه، قلوب بقى، ورده. ممكن تعمليها خطوط زي الباستا فلورا، اللي يعجبك. بسم الله. اهو كده، واللي تلاقيها تخينه فرفطيها كده. كده انا خلصتها وهندخلها الفرن، ولما تطلع بقى ايه نيجي نوريها لكم. طلعناها وهنقطعها رغم انها سخنه، بس هنحاول نقطعها مع بعض ان شاء الله. بسم الله. قطعي بقى زي ما انت عايزه، الشكل اللي يعجبك تقطعيه. ممكن تقطعيها مثلثات، ممكن مربعة، ممكن سمبوكسات. وهنطلعها بقى نحطها في حبة. ورجعت لكم بعد ما خلصت اهي في الطبق اهي. ويا رب تجربوها وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. واشوفكم الفيديو اللي جاي باذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.